أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. J'atteste qu'il n'y a de divinité sauf Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Allahu Akbar. وشر الأمور محدثاتها وكل
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن خير ما أوصى به المؤمن عبد أخاه المؤمن تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، نواصل بالله التوفيق ذكر تلك الأشياء الأربعة التي يجب أن لا نفرط فيها حتى لا نفرط نتائجها. رأينا الأولى: لا نفرط ولا نترك الشكر حتى لا نحرم الزيادة، ولا نترك الذكر حتى لا نحرم ذكر الله لنا، ولا نترك الدعاء حتى لا نحرم الاستجابة. اليوم نرى: ولا نترك الاستغفار حتى لا نحرم النجاة من العذاب. قبل ذلك في الدعاء والإخوة الكرام، لا تستحي من أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ما شئت، حتى وإن كان هذا الأمر كبير عظيم. رأينا أن سيدنا سليمان عليه السلام طلب من ربه: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والمولى سبحانه وتعالى يقول لنا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وطلب مني كل مسألته وأعطيته إياها، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. يا سبحان الله العظيم، ما أكرمه، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. الآن الاستغفار، وما أدراك ما الاستغفار؟ ربي قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: جعل الله للناس أمانين، رسول الله والاستغفار. أما الأمان الأول قال سيدنا أبو موسى فقد مضى، يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد إلا الأمان الثاني وهو الاستغفار. وفي الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن لا يفوت من حياتنا، حتى وإن كان في قبره، هو حي في قبره، وهو حي فينا بسنته، هو حي فينا بأعماله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. فنحن بإذن الله لن نحرم هذا الأمان ما دام رسولنا صلى الله عليه وسلم موجودا في حياتنا. أما الأمر الثاني فهو الاستغفار. الاستغفار، وما أدراك ما الاستغفار؟ ايش معنى الاستغفار؟ أن تطلب الغفران ممن؟ من العفو، من الغفور، من الغفار، من الغافر سبحانه وتعالى. فهو غفار، عفو، غفور، غافر سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب جميعا. نعم، اسمعوا ماذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم ولأتى بغيركم فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى له. قال صلى الله عليه وسلم:
كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني هكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، بشر نخطئ ونصيب، ولكن أعطانا الله سبحانه وتعالى هذا الباب من الاستغفار لنعود إليه سبحانه وتعالى، ولا نيأس من رحمته ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلنجعل ألسنتنا رطبة بالاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جاء أحدهم إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله وبجانبه صديق له، فقال له الجاه، قالوا: نحن نشكو من قلة الغيث، فقال: استغفر الله. وجاء الثاني: أنا لم أرزق البنين بعد، استغفر الله. أنا قليل المال، استغفر الله. فقال صاحبه: يا إمام، 3 مسائل والحل واحد. قال: نعم، أما سمعت قوله تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وسيدنا نوح وسيدنا هود عليه السلام ماذا قال لقومه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الاستغفار أيها الأخوة الكرام، الاستغفار ديدن الملائكة المقربين. اسمعوا إلى قوله تعالى متحدثا عن حملة العرش، يقول سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم. تسبيح ذاك عملهم، تسبيح دائم، وهم مبرؤون من الخطأ، مش يدخلون الجنة. يسبحون بحمد ربهم، نعم، ويؤمنون به، نعم، ويستغفرون للذين آمنوا. يا سبحان الله، يعني ربي ألهم هؤلاء الملائكة المقربون اللي يحملوا عرشه سبحانه وتعالى ومن حولهم من الملائكة بأن يستغفروا لنا على كثرة ذنوبنا ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ما هذا الدعاء؟ وهو دعاء مقبول بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه من الملائكة المقربين. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما. فعلينا ايها الاخوه الكرام ان نشغل السنتنا بكثره الاستغفار في اي وقت من الاوقات، في اي وقت من الاوقات. الرسول صلى الله عليه وسلم وما ادراك الذي غفر الله سبحانه وتعالى من ذنبه ما تقدم وما تاخر. قال الصحابه: إنا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال هو عن نفسه: إنه لا يغال على قلبي وأني أستغفر ربي في اليوم
أكثر من 100 مرة أو 100 مرة صلى الله عليه وسلم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول نحن؟ نشغل أنفسنا ولتجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله عامة وخاصة بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إني داع فأمنوا صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين. يا ولي يا حميد يا ولي يا حميد يا ولي يا حميد أنزل علينا الغيث واسقي عبادك وبهيمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم يا مغيث أغثنا. اللهم يا مغيث أغثنا. اللهم يا مغيث أغثنا. ارحم والدينا كما ربونا صغارا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم عاف مبتلانا. اللهم عاف مبتلانا. اللهم عاف مبتلانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم يا مفرج الكروب فرج كربنا وكرب كل مكروب. احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تشرك بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بكنفك الذي لا يرام واغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وانت رجاؤنا. رب كم من نعمه انعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بليه ابتليتنا بها قللت عنها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا أن تؤلف بين المسلمين أن توحد كلمتهم وتجمع شملهم وتزيدهم قوة إلى قوتهم يا أرحم الراحمين. لا تفرق يا رب جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وأقنا بجواره مع آله يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة.